لكن يبقى من المنتخبات العتيدة والمنتخبات المرشحة، وخاصة بالأرمدة اللي موجودة، وكذلك اللاعبين من النادي الأهلي. كما قلت لك يعني كنت نقول فيها أنه سكولات نتاع المنتخب المصري هي توليفة من اللاعبين الأهلي، وديما يعني تقريبا الألقاب اللي أحرزها المنتخب المصري كان النادي الأهلي أو لاعبي النادي الأهلي كما عماد متعب أو وغيره من اللاعبين كانوا عندهم دور ناجي جد، وكان احسن لاعب احتياطي يعني كانوا هما اللاعبين اللي ساهموا في احراز المنتخب المصري على هذه الالقاب. المنتخب المصري مسلح هذه المره بلاعبين اللي خلينا نقولوها انه المصريين اللاعبين المصريين ما يحبوش يعني الخروج الى الاحتراف، لانه يخلصوا برشا من اللاعبين المصريين، وفما رفاهه في مصر اكثر من يشوفوها في لانه شفنا امام عاشور خرج وعاود رجع. ايوه من احسن اللاعبين في الجيل الاخير يعني في الجيل الاخير للكره المصريه، لكن للاسف اختار انه يرجع. ممكن يعاود يلانسي الكارير في النادي الاهلي، ينجم يهز القاب ويعاود يخرج. هذا هو المنتخب المصري من المرشحين الكبار على لنيل هذه البطوله. نأكد اليوم ان البطوله المصريه معناتها عندها من اللاعبين اللي نجموا قادرين يكونوا في المنتخب، وكان عندهم ما تنقولوا احنا نسبة مئوية محترمة في المنتخب المصري. البطولة المصرية وخاصة فريق الأهلي المصري، وقت نحكيو على 7 لاعبية من الأهلي المصري موجودين في المنتخب المصري، راهو نحكيو على أوساتيور نتاع ايكيب كاملة، نحكيو على فريق اللي عادة نقولوا احنا المنتخب الفريق المصري وأهلي المصري خاصة بالذات علاش يغير النسق وقت اللي حاجته به الفريق، على خاطر عندهم عقلية نتاع فريق نتاع منتخبات اللاعبية في مستواها عالي برشا، وذاك علاش اليوم الهيمنه الكرويه المصريه الاهلي المصري على ذاك علاش مهيمن في افريقيا، وذاك علاش ديما تشوف احنا راهو هذوما مقاييس اللي احنا نجموا نبنيو عليهم. باش نرجعوا نهيكلوا شويه كانوا يحكيوا من بكري معناها نعيمه وناصر